السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، تكونوا بصحة وعافية. انا عارفة اني قلت لكم كل سنة وانتم طيبين كتير، بس بإذن الله كل يوم يعدي علينا وعليكم بخير. عيد بإذن الله لينا، وربنا يديم علينا وعليكم يا رب الفرح ويبعد عننا الأحزان بإذن الله. احنا النهاردة كده زي ما انا صورت لكم مصر وصورت لكم القلعة وصورت لكم حاجات كتير في القاهرة. احنا دلوقتي مروحين الصعيد، انا مروحة بيت اهلي. بصوا لو خدتوا بالكم احنا راكبين القطر. انا صورت لكم حاجات كتيرة جدا جدا من الصعيد. مهما كانت بيوتها صغيرة، بس ناسها أصيلة جدا جدا وتعرف الأصول ومتربية على الواجب وعندهم هيبة كمان. ويعني يمكن أحسن حاجة في الصعايدة إنهم عندهم عادات وتقاليد لسه متمسكين بيها لحد الآن مهما ما اتغيرت السنين والأيام دارت وعدت. برضو في حاجات متمسكين بيها أجيال ورا أجيال من الجدود للجدود. وبصوا لو شايفين أرضها، أقسم بالله من ساعة ما أدخل من المنيا كده ورايح ناحية الصعيد بشم ريحة أرضها وبشم ريحة الطينة وبشم ريحة المية بتاعتها وريحة نيلها. تحسي كده هواها مختلف. هو أي نعم بيبقى جو الصعيد سخن شوية عن جو القاهرة، بس الوسع والبراح وانك تشوفي اهلك وحبايبك والناس اللي اتربيتي فيها وسطيها والبيت اللي اتربيتي فيه وطلعتي فيه، تحسي فعلا انك انت رجعتي. انا لما ببقى راجعه من القاهره بحس ان انا مش عايزه القطر يمشي بالراحه ولا العربيه، انا بحس ان انا عايزه طياره تنزلني في بيت اهلي، لاني مهما رحت ومهما جيت بني ادم مش هينسى المكان اللي اتربى فيه ولا هيقدر يبعد عنه. كلنا مهما دار بينا الزمن وعدى بنحب ان احنا او نشتاق ان احنا نرجع لايام زمان. ليه؟ كانت ايام ليها يعني كانت ايام فيها خير وكان ايام فيها بركه وكانت ايام كل حاجه. كلنا بنحن الايام زمان وايام ما طلعنا صغيرين والبيت اللي اتربينا فيه واهلنا. وابويا الله يرحمه كل لما ادخل البيت اشم ريحه ابويا فيه الصراحه بحس ان هو ما توفاش. ربنا يرحمه يا رب ويجعل مأواه الجنه باذن الله. وبرضه امي الخير والبركه واخواتي بعد ابويا. ويعني الحمد لله يمكن من كرم ربنا علينا ان ربنا بيجعل الواحده ليها سند في الدنيا. صراحه هو سندها قبل جوزها بيبقى اخواتها واهلها. فيا رب يا رب بارك لنا فيهم يا رب ويطول في عمرهم ويدينا الصحة بإذن الله كده ونشوفهم في أحسن حال، ويا رب يعيشوا كده دايما في أمان وسلام. ويلا بينا بصوا لو واخدين بالكم بصوا البيوت صغيرة جدا. يكفي بس يا جماعة أهلها وناسها وشعبها الطيبين فعلا. طبعا يا حبايبي انا ليا الشرف ان انا اصور لكم حتى او اديكم نبذه بسيطه عن الصعيد. فعلا فعلا والله اساس مصر هي فعلا الصعيد. الصعايده ناس جدعان جدا جدا جدا، عندهم كل حاجه بميزان. هم طبعهم شديد شويه انا عارفه وفي عيوب فعلا او حاجات كده بيتورثوها اجيال من اجيال، زي الطار وزي المشاكل، زي انهم ما بيسيبوش حقهم، زي انهم دماغهم ناشفة، زي انهم عندهم عادات وتقاليد لازم يمشوا عليها، زي انهم فيهم ناس مثلا انه ممكن تحرم البنت من ميراث او حاجة زي كده بتورث الولد. بس كل مكان فيه كويس وفيه الوحش، بس فعلا فعلا هم ناس جدعان جدا جدا جدا. ربنا يجعلكم يا رب في كرم ضيافتهم، بيضيفوا ضيفهم بطريقة ما اقولكوش. وانا يا حبايبي حبيت ان انا اشارككم يوم سفري في الصعيد. وبصوا لو خدتوا بالكم والله الصعيد بصوا جميلة 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 جدا في كل حاجة. يعني ناسها طيبة جدا وشوارعها هادية. البيوت في مسافات بينها وبين التاني
الناس واخدة راحتها كل واحد في بيته، بس ما عندناش حكاية تأجير الشقق أو الحاجات اللي زي كده. احنا لحد دلوقتي انا اللي انا بصور لكم كده، احنا كده دلوقتي كده في الصعيد. الصورة اللي قدامكم دي بصوا البيوت دي كل واحد بيته لوحده، محدش بيأجر لحد. بس يمكن عندنا هنا ميزة حلوة جدا جدا، ان كل واحد ابنه يتجوز لازم يتجوز معاه في البيت، معاه ولدين معاه 3 بيبني لهم في نفس بيته، بيجوزهم كل واحد في شقة. يعني الواحد بيكبروا ولاده ويتربوا قدام عينيه، وولاد ولاده كمان بيتربوا قدام عينيه. يعني مفيش حاجة أحسن من كده. لكن في القاهرة الولد يكبر ياخد شقة بعيد عن أمه وبعيد عن أبوه، ومع إنه ممكن تكون أمه أو أبوه في أعز الحاجة إليه، بس هم هناك كده. لكن هنا في الصعيد لازم كل واحد يجوز ولاده معاه. هي البنت بس اللي تتجوز بلد بعيدة. كمان عندنا عادات وتقاليد ان احنا عندنا مهر كبير جدا جدا جدا. يعني العروسة تقريبا مهرها ياخدوا ابوها تقريبا بتاع 50 أو 70 ألف جنيه. عندنا الذهب بزيادة، بس الحاجة دي بتبقى رايحة للعريس. عندنا عادات وتقاليد كده في بلدنا كتيرة جدا جدا. عندنا ان احنا العريس يعمل عشاء يوم الصباحية، برضو يجيب طباخ تاني ويأكل الناس. عندنا حاجات كتيرة جدا جدا، وانا اكون شاركتكم ولو حاجة بسيطة. ومروحة للصعيد وانا فرحانة جدا 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 ان انا مروحة اشوف امي واشوف اهلي واخواتي. وحبيت اوريكم الصعيد حلوة ازاي وارضها جميلة ازاي، وحبيت اشارككم حاجة بسيطة عشان تشوفوا جمال الطبيعة في الصعيد وجمال ناسها طيبة جدا جدا. وبكده حبايبي أكون أنا شاركتكم يوم النهاردة. يا رب ينال إعجابكم، وأتمنى منكم تقولوا لي رأيكم. وكده أكون خلصنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.